الموقع اللي صوتك هنا حاليا دلوقتي انا عامله في ساعه واحده فقط لا غير، ومعظم الساعه دي كنت بفكر هكتب الكلام ايه مش التنظيم بتاعه، لان بالفعل زي ما انا هوريك دلوقتي حاليا كده الموقع بكل حاجه من هنا، الحركات اللي بتعمل الزوم اوت والزوم ان، الحاجات ديت لو بصيت عليها لو نزلنا من هنا دي حاجات بتفتح طبعا وفي موجود فيها بالظبط. اخد مني تقريبا ربع ساعه بسيستم الموقع، وساعه الا ربع بعدل عليه بس عشان بغير كلام بغير صوره بغير حاجات معينه. طبعا الباتونز دي كلها شغاله، يعني لو دوست عليها هيوديك اللينك بتاعها. فطريقه العرض بتاعت الريفيوز بطريقه ما كنتش اتخيلها، ده كله بالظبط في ربع ساعه فقط لا غير. هقول لك عملت دوت ازاي بالتفصيل الممل، بس يعني خلينا نبص على الموقع تبعنا من هنا. وده على فكره صفحه بيع بتتباع بالالوفات، طبعا لو انت شفت اي حد يعملها كمصمم مواقع بتعمل بالالوفات. وللاسف حد من اصدقائي اللي انا بعزهم جدا هو عامل لي الموقع دوت تبع الكورس بتاعنا، ما شاء الله موقع جميل جدا، حد هو خبير جدا في ووردبريس عمله لي، بس اخد مننا ايام عشان نعمله. والموقع كويس. انا عملت واحد نسبيا بالنسبه لي ده شكله احسن منه، شكله اقوى منه، وفي ربع ساعه. فانت متخيل احنا وصلنا لايه؟ فازاي بقى عملت دوت؟ تعالى اوريك التكنولوجيا الجديده اللي حاليا اللي موجوده واللي قلبت الدنيا بالفعل، وربما تكون انت مريت عليها بالفعل. جو هاي ليفل في احدث تحديثاتها منزله حاجه اسمها الاي اي ستوديو، طفره بشكل كبير جدا. هو شبه لافابول، لو انت شفت برنامج لاف او موقع لافابول اللي هو بتعمل بيه حاجات فايب كودينج، بتكتب له بس انا عايز اعمل كذا وهو يعمله لك، اهي جو هاي ليفل ضايفه ده حاليا تبعها. لو انت مش لاقيه الاي اي ستوديو هتلاقيه في اللابس، افتح اللابس بالفعل اللي انت تروح دايس على السيتنج من هنا وهتروح نازل لللابس، من هنا اللابس وهتنزل هتلاقي مكتوب الاي اي ستوديو من هنا، هتفعله بس وهيشتغل معاك، فهيظهر لك الاي ستوديو. حاليا الاي اي ستوديو مجاني 100%، الناس صرفوا حوالي 100 مليون توكنز عشان الناس تجرب وتعمل بيها حاجات. انا عامل بيه مواقع رهيبه جدا، يعني الموقع ده اللي انا وريته لك من هنا، وكمان صفحه تاني لما حد بيشترك في الكورس بتاعي الصفحه ديت عشان اقول له مبروك الاشتراك في الكورس وتظهر له بالشكل المنمق دوت. ده انا عملتها بالظبط في 10 دقائق، انا اديته اوردرين بس، يعني هنا هتلاقي قلت له اعمل كذا، بعد كده قلت له اعمل كذا عدل لي عليها فعمل لي الصفحه ديت وبعتها للناس. ده كله بيحصل من حاجه اسمها الاي اي ستوديو اللي هو الطفره في عالم جو هاي ليفل. اول ما ندخل على الاي اي ستوديو من هنا هنبص عليه بيقول لك ليتس بيلد سمثينج اميزنج، اكتب انت عاوز ايه وهو يعمله لك. انا دي حاجات انا عملتها بيه وانا بجرب، انا عملت بيه مواقع بالفعل ورابطها بيه وبشتغل بيها وهكذا. بس ممكن تبص على التمبلتس بيقول لك احنا الاي اي ستوديو ينفع تستخدمه للاندنج بيج، تعمل بيه داشبورد، تعمل بيه اي كوميرس، موقع بتبيع بيه، بورتفوليو ليك، بلوجز، تو دو تاسك او حاجات تبع الريستورنت والاوردرنج تبعك، وذر اب تعمل بيه كالندر، تعمل بيه الحاجات دي كلها واديله ابداعك وهو يعمله لك بالتفصيل الممل. مش بس كده، ده بيشتغل بالعربي كمان. يعني تعالى نكتب مثلا حاجه كده بالعربي مع بعضنا سوا. مثلا هنا انا كاتب انا عاوز اعمل موقع لحجز استشارات مدفوعه في مجال البيزنس، بالفعل رائد اعمال خبره 12 سنه. انا بالف حاليا، ده مش انا بس، انا بالف اي حاجه عشان هنتست مع بعضنا. ساعات شركات كتير انها تنجح، وعندي سكيل حافل اللي هي مقابلات في اماكن مرموقه، وعاوز من تحت الموقع اعمل حاسبه الكترونيه الواحد يحط فيها راس مال مشروع ويحط مصادر المكاسب المختلفه ويحط نسبه المخاطره تبع مشروعه، والاله الحاسبه دي تبعت له نسبه الارباح. بدوس له انتر من هنا، بيبتدي يقول لي خلاص هو بياخد الحاجات ديت، بيقول لي اهو بيبتدي بقى يثينك، بيفكر انا عايز اعمل ايه، وهيبتدي يحلل المشروع بتاعنا. وخلينا انا مش هسكيب اي حاجه، مش هقطع اي حاجه، خلينا نتفرج على الموقع بتاعنا لحد ما نشوف هو هيفكر في قد ايه وهيعمل لي الموقع قد ايه، لان تقريبا هيفكر مثلا في مده 3 دقائق. فلحد ما يفكر في 3 دقائق ديت تعالى اوريك. مثلا دي كانت الصفحه بتاعتي اللي انا عملتها. انا قلت له بكل سهوله جدا اللي انا عملتها ازاي. انا دخلت على حاجه زي جيميناي، انا بستعمل جيميناي، وقلت له بالفعل انا عندي كورس تبع اليوتيوب بعمل فيه 1 2 3 4 5 وعايز اعمل كذا وكذا، واديته المصادر بتاعتي واديته بعض تقييمات الاصدقاء، وقلت له انا عايزك تعمل لي طريقه بيعيه او صفحه هبوط بيعيه، وقلت له دي طريقه كلامي، وبعت له الموقع القديم بتاعي بالفعل، قلت له دوت الموقع فشوف انا كاتب فيه ايه. وهنا في الفايب كودنج على فكره ينفع تقول له اعمل لي موقع شبه الموقع ده، بيعمله لك نصا شبهه بالظبط تقريبا، مفيش الا اختلافات بسيطه. فانا قلت له خد الموقع دوت كمثال عشان هتلاقيني عامل فيه الوحدات اللي موجوده فانت تبقى عارفها، وخد الفيديو بتاع اليوتيوب دوت انا كاتب السكريبت فيه 1 2 3 4 5، وبعت الحاجات ديت كلها لجيميناي، وقلت له ابعت لي حاجه ابعتها للفايب كودنج اللي هو بستخدم جو هاي ليفل اي اي ستوديو عشان ابعتها له كبرومبت ذكاء اصطناعي وهو يطلع لي موقع. فجيميناي بدا يفصص الحاجات وبدا يطلع لي سيستم برومت كامل هبعت له. قلت له هنا في الفايب كودنج تبع اي اي ستوديو قلت له اعمل لي 1 2 3 واديت له البرومت في الاخر واديت له المواقع اللي كانت موجوده، وبعد كده بعت له صور التقييمات. بوم، ده الموقع دوت اللي هو لو عملنا من هنا مثلا كده اوبن بريفيو، الموقع دوت بالظبط اتعمل في ربع ساعه
وبعد ما عمله لي كنت انا بقى بعدل على كلام، يعني هو في كلام كان عمله لي مش احسن حاجه، ساعه الا ربع بس ظبطناه. طيب ازاي بقى تواصل مع الدعم والحاجات ديت والاكواد ديت، وحاطط له هنا بيعمل ايه؟ لان عيب الفايب كودنج اللي انت ما ينفعش تعدل فيه الا وانت حد فاهم في البرمجه. لان مثلا دي بريفيو من هنا في الكود، هتلاقي ده الكود اللي هو عامله، انا طبعا ما كتبتش كود، انا بكتب له كلام، وهو بيعدل بقى في الكودز كلها من هنا، كل الحاجات بيظبطها من هنا. فانا عشان اعدل حاجه لازم بعدل بالكتابه، بكتب له هنا غير كلمه كذا وخليها كذا. انا سمعت صوت تقريبا خلص، هو اهو بيقول لي ماشي، بيقول لي وي فاوند كالندر ان يور سب اكونت. بيقول لي في جو هاي ليفل انت عندك سب اكونت كالندر، عايز تربط الكالندر بتاعتك عشان حجز المشاريع ولا لا؟ بس بص هو عمل ايه. تعالوا نبص كده، احنا بالظبط اخد قد ايه وقت مننا، اخد وقت قد ايه؟ 20 ثانيه بيفكر، بعد كده بدا يطبق في حوالي الدقيقه وشويه ديت. تعالوا نبص على الموقع اللي هو عمله، اوبن بريفيو. خبره 12 عام في رياده الاعمال، ارتقي بمشروعك الى مستويات غير مسبوقه دوت. والله انا ما عملتش قط واحد، انا سايبه بالظبط، فاحنا في خلال 3 دقائق هو كان عامل الموقع. احجز شرطك، طبعا هو بيقول لي هنا اربط الكالندر بتاعتك عشان حجز الاستشاره، لو دوست حجز الاستشاره فيوديني للكالندر بتاعتي، هي حاليا مش موجوده. بعد كده كذا كذا عن المستشار، طبعا ممكن احط له الصوره بتاعتي، اقول له حط الصوره ديت. حاسبه الارباح متوقعه، تعالوا نجرب. راس مال بالدولار، ممكن اخليه بالمصري، انا راس مالي $100. اجمالي المصادر المتوقعه ممكن اكسب $150. نسبه المخاطره مثلا 50%. احسب النتائج. القيمه التقديريه للارباح سنويا $1310. طبعا دي النتيجه المتوقعه من المعطيات اللي دخلتها. ممكن انا اقول له لا احسب لي بحاجه فلانيه واعمل لي كذا وكذا وكذا. بص طلع لي ايه؟ خبير الاعمال الاستشارات. طبعا ممكن اقول له عدل لي اللوجو، عدل لي الالوان، عدل لي الحاجات دي كلها. بالظبط ده كله اتعمل معايا فور فري في وقت قياسي جدا. ممكن بعد كده اروح اقول له والله خلاص انا عايز ابلش دوت، فاقول له ببلش. هيقول لي عايز تحط اللوجو بتاعك، اعمل كل حاجه. بعد كده بقول له ابلاي تشينجز. بعد ما اقول له ابلاي تشينجز من هنا خلاص اقول له ببلش. بعديها بيقول لي بقى لو انت عايز تربط، احنا خلاص عملنا ببلش من هنا خلاص، تعالى بقى تاني. بيقول لي لو انت عايز تربط دومين، فانا معايا مثلا freelancer.com، فاربط الدومين بتاعي، فاقول له والله اربط consultation.freelanzawiya.com. بعد ما ادوس له كونتينيو هيقول لي الدومين بتاعك دوت احنا لقيناه موجود عند جو دادي. تعال نبص عشان انا مشتري على جو دادي. فبص هيقول لي ايه؟ هيقول لي بالفعل يور دومين بروفايدر از جو دادي. روح اوثرايز دومين، بدوس اوثرايز دومين بيتعمل، باخد الدومين معايا الموقع بتاعي خلصان في 3 دقائق. موقع حرفيا في 3 دقائق، موقع قوي جدا بتعمله بشكل خرافي جدا. فدي فكره الاي اي ستوديو، بيعمل آلة الحاسبه عملها جواها. انا كنت عامل بيه حاجات تبع الكالندر، يعني كنت عامل مثلا بيه ايه، تاسك مانجر، حاجه زي كده. تاسك مانجر زي نوشن، بكتب له التاسك بتاعتي، ممكن اعدل اضيف التاسك تاني اظبطه من هنا. دي داشبورد كنت عاملها لحاجه معينه، كنت بجرب داشبورد، طبعا الارباح ديت اي حاجات وكده كنت هحط اي بيانات، بس بجرب داشبورد لنظام تعليمي، فراح عاملها لي بكل حاجه. الفكره اللي انت تبقى عارف تدي برومتس ازاي. فلو انت معاك جيميناي ومعاك، او مثلا معاك كلود، معاك شات جي بي تي، ومعاك الاي اي ستوديو، تعمل اي حاجه انت عاوزها في ثواني حرفيا، لان دوت مستقبل الفايب كودينج. الاي اي ستوديو حاليا نازل فور فري، تقريبا هم مشترين حوالي 100 مليون توكنز قالوا وزعوها للناس. اعتقد بعد كده هيبقى بجزء مدفوع على حسب استخدامك بعدين، بس هو حتى الان بقى له حوالي اسبوعين نازل او 3 اسابيع نازل توتالي فور فري. انا عملت بيه حاجات كتيره جدا، تعرف تستخدمها وتعرف تشاركها بين الاكونت والتاني. يعني مثلا من هنا انا عايز خلاص دوت عاجبني، فبروح دايس من هنا، لا اسف، برجع بالثلاث شرط ديت، بقول له كلون، بنسخه ما بين هنا لهنا الاكونت تاني، بسميه الاسم اللي انا عاوزه، ممكن احط البروجكت هيستوري اللي موجود فيه ولا لا. حاجه عظمه بشكل رهيب جدا. اعتقد ان انت ممكن تجرب الاي اي ستوديو لانه طفره حاليا، العب بيه. انا يعني شفت اصدقائي بيشتغلوا بيه، بيجربوا حاجات معينه، ففعلا قوي جدا، قوي لاقصى درجه. اتمنى تكون استفدت بالاي اي ستوديو لحد ما نشوف الدنيا ماشيه على فين، ونشوف كل التحديثات ان شاء الله هبتدي اشاركها معاكم تبع جو هاي ليفل. ولو انت حتى الان عاوز تشترك في مجتمع خاص بجو هاي ليفل، موجود انا فيه ان شاء الله، بعمل استشارات مجانيه هناك، وبقى فيه اكتر من لايف بنطلع فيه سوا، وبحط سناب شوتس، وبحط حاجات اللي انا بطورها بضيفها هناك، وكورس شرح جو هاي ليفل بالتفصيل للمبتدئين، بعد كده ان شاء الله حاجات ادفانسد. وكل دوت هتلاقي في اللينك اللي من تحت، اللي هو بيديك 30 يوم بدل 14 يوم، لان هم الحمد لله جو هاي ليفل بالفعل هم سبونسر ليا. فلو حبيت ده كله فقط اشترك في اللينك اللي هتلاقيه من تحت، اللي هو gohighlevel.com/سباعي. بمجرد ما تشترك هيجي لك الايميل، انت دخلت المجتمع بتاعنا، في كل حاجه موجوده ان شاء الله، وهتلاقيني مستنيك جوه. لو في اي سؤال عندك هجاوب عليك ان شاء الله. السلام عليكم.